السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. طبعا ابتدينا نجهز تجهيزات العيد الكبير، واول حاجة هنعملها صلصة الطماطم اللي طبعا لا غنى عنها في كل بيت. دلوقتي هوريكم انا جبت قفص طماطم، هنغسله ونظبطه وننضفه مع بعض. هي دي جبت قفص على بعضه كده. تمام. هي الطماطم دلوقتي مش ب8 جنيه، وكيلو ونص ب10 وكده. انا جبت القفص على بعضه دلوقتي في الكيلو على 4 جنيه. تمام. طبعا انا هنضف العنقود بتاعها ده خالص وانضفها واغسلها كويس قوي. طبعا دي الحله الكبيره، اكبر حله عندي عشان اعمل فيها القفص كله على بعضه. طبعا انا بغسل الطماطم، بغسلها بملح. اي خضار عندي بغسله بملح. بغسل بتنجان، بغسل كوسة، بغسل فاصوليا، بغسل أي خضار عندي لازم أغسله بملح عشان أضمن نظافته. ولازم أغسل الطماطم كويس قوي طبعا، لأن بيبقى فيها بودرة اترشت عليها، فيها أي حاجة، فاحنا لازم نغسل الخضار بتاعنا كويس جدا. طبعا أنا كده هغسلهم بقى واحدة واحدة بعد ما نضفتهم، وهحطهم في الحلة. طبعا أنا هخلص الكمية كلها دلوقتي وأوريها لكم في الحلة مرة واحدة. كده انا خلصتها. انا بس مش عايزه اطول عليكم الفيديو عشان ما يبقاش طويل قوي، فانا لما بخلص الحاجه بقوم اوريها لكم. كده انا خلصت الطماطم كلها وولع عليها على النار. كده انا ولعت عليها على النار وهسيبها حوالي نص ساعه. انا مش بسوي الطماطم خالص واخليها تتهري، لا، انا بخليها ان هي تاخد غلوتين بس واطفي عليها، تنزل الميه الصفرا بتاعتها اللي هي كده كده بتتبخر اصلا. يعني انتي لما بتضربي الطماطم على في الخلاط وتولعي عليها على نار بتاخد وقت طويل جدا عقبال ما تتسبك. طبعا الميه دي كده كده بتطلع في البخار، اللي هي بتطلع على شكل بخار لان هي بتتبخر. فانا بصفي الميه دي خالص. تمام. بسيبها تتصفى قوي وبعد كده بصفيها وما باخدهاش. باخد الطماطم لوحدها واضربها في الخلاط. تمام. بصوا كل الميه دي انا هرميها، ده الجزء اللي انا هرميه، انما في جزء تاني مش هيترمي. بصوا انا بوريكم ان انا مش مسوياها قوي، يعني مش مخليها مهريه لدرجه انها تنزل كل الفوائد بتاعتها واضطر اخد الميه بتاعتها، لا. انا بس بديلها يعني شويه على نار كام غلوه كده، وبعد كده انا باخد الطماطم بس، والميه الصفرا دي ما باخدهاش. انا مقربه لكم قوي عشان تشوفوا انا بعمل ايه. تمام كده. وبضربها في الخلاط من غير ميه، من غير ولا نقطه ميه. بصوا هي بحالتها ازاي، فوق زي تحت فيها بحالتها. يعني انا بس مجرد ان خليت الميه الصفرا اللي فيها بس تنزل. انا ما بحطش ميه على فكره في الطماطم وانا بسويها، لا. هي بتبقى كده الطماطم لوحدها بحطها على نار هاديه علشان هي بتنزل الميه. لما تكون البوتاجاز هادي انتي الطماطم بتفقد الميه بتاعتها وبس. كده انا بضربها من غير ميه خالص. وهنصفيها كمان مع بعض. لازم تضربيها ضرب كويس جدا، وده بيسهل عليكي جامد قوي ان انت في اي وقت هتيجي مزنوقه، عندك عزومه، عندك اي حاجه، تبقى الطماطم عندك جاهزه. تمام. انا كده بقى هصفيها واوريكم كل التفل اللي هيطلع منها. كانك ما سويتهاش اصلا على النار، كانها بحالتها. وحتى لونها كانك ضربها وهي فريش في الخلاط. يعني انا بحب الحركه دي، بتديني مذاق للصلصه، بيبقى طعمها حلو كانك مش ضربها على النار، كانك قصدي مش مسوياها على النار ولا اي حاجه. بصي كانك ما حطيتهاش اصلا على النار. بصي التفل بتاعها قد ايه. وكل دوت طبعا في ناس بتضرب الطماطم من غير ما تصفيها، لا انا بحب اصفيها. هخلص بقى الكميه. انا اوريكم دلوقتي وانا بصفي الميه دي، لان في نوع تاني ميه بتنزل من الطماطم ديت انا هحتاجها واخدها. بص انا بصفي الميه الصفرا زي نازله ميه صفرا بس، يعني شايفين هي على الحوض ميه صفرا بس. تمام كده. انا بس بحب اوريكم كل حاجه بالدليل بتاعها. كل دي وملهاش طعم كمان، يعني مش بتبقى حلوه، مفيش حاجه اسمها الفايده بتاعتها نزلت، لا، كل ده بيطلع في البخار اصلا. طبعا انا هاخد الطماطم دي كلها وهضربها واخلصها وارجع لكم تاني. وفي شويه صلصه طماطم خفيفه كده الميه بتاعتها هوريها لكم هنعمل بيها ايه. بصوا بقى هي دي الميه اللي هي بتبقى تحت اللي انا هحتاجها. تمام. انا دي هصفيها. ممكن اتبل منها بانيه، ممكن اعملها كمرقه لمحشي، ممكن ازود عليها طماطميتين ثلاثه واضربهم في خلاط اعمل بيهم صينيه بطاطس. حاجات كتيره قوي 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 قوي، بس برضو بصفيها.
عاملة ازاي؟ جميلة جدا جدا وسهلة قوي. بصوا بقى الطماطم رايقة ازاي، دي عاملة زي الشوربة كده، بس انا مش برميها، انا ممكن اعمل منها حمص شام، ممكن اعمل منها حاجات كتيرة قوي قوي. طبعا انا كده هولع على البوتاجاز تاني عشان اسوي الصلصه بتاعتي اللي انا صفيتها معاكم دلوقتي. انا ما برضاش اخد من وقتكم كتير، وان انا اعمل كل حاجه كده واطول الفيديو عليكم. بصوا انا كده مصفيه الطماطم، شكلها كانها ما اساسا ما عملتهاش على النار ولا سلقتيها ولا حاجه، بس بتوفر معاكي وقت جامد جدا ان انت تغسليها وتضربي في الخلاط وتصفي وتعملي حاجات كتيره كده. طبعا انا كده خلصت الطماطم كلها وحطيتها كده على النار اهيت، هسيبها براحتها بقى نص ساعة، ساعة الا ربع ساعة، لحد ما احس انها السمك بتاعها انا عاجبني كده. فانت طبعا وانت واللي انت عايزة، عايزة تنشفيها خالص، عايزة تخليها زي ما انا هعملها كده مظبوطة، براحتك زي ما انت حابة وعايزة. في كذا نوع لصلصة الطماطم، انا عملت تجارب كتيرة قوي ولقيت احسن طريقة هي دي. تمام كده بقى خلاص الطماطم بتاعتي اتسبكت وبقت جميله جدا، وانا مش عايزاها غير بالثوم كده. ولو انت عايزاها حمرا عن كده ممكن تحطي معاها واحده بنجر، بس انا بصراحه بحافظ عليها طبيعيه كده، بتبقى حلوه، هي حمرا مش وحشه وجميله جدا. حطيها بقى في الكيس حسب ما انت احتياجك انت. احنا طبعا 5 افراد، انا بعمل الكيس على قد ما انا محتاجه طبختي، الطبخه بتاعتي. ولو انا عايزه هعمل محشي انا بحط مثلا اكياس كبيره، وممكن اخد كيسين او 3 على حسب برضو ما هعمل المحشي بتاعي. تمام. اعملي حسب ما انت محتاجه وحسب احتياجك، حسب ما انت محتاجه الصلصه بتاعتك هتبقى قد ايه. انا عن نفسي الكيس كده مظبوط بالنسبه لي للطبخه بتاعتي. وبعدين احنا بقى داخلين على صيف، فاحنا مش هنطبخ كتير في الصيف يعني. عايزاها بقى المكرونه جاهزه، عايزاها الطبيخ جاهزه، لكل حاجه. انا بعمل في اوقات كتيره قوي بعمل الصلصه بتاعتي ببصله بحطها في الفريزر، انما انا في الصيف ما بعملش كده لان ساعات كتير قوي بحتاجها لحاجات تانية، ممكن اعملها كده من غير، يعني ممكن اعملها فلفل، ممكن اعملها فلفل وثوم، ممكن اعملها بصل بس، ممكن لا، فانا بخليها كده وحسب ما انا حابه اطبخ فانا بطلع وقتي كده. طبعا انا هرتاح جدا جدا لما اكون يعني تعب ساعه ولا كل ساعه لما يكون عندي الطماطم في التلاجة هتبقى جاهزه معايا في كل حاجه. يا رب يكون الوصفه سهله عليكم، واقول لكم مع السلامه.